الله الرحمن الرحيم. اسمي زياد صلاح الدين، شغال في قطاع البترول محاسب. عايز اقول كلمه لمؤيدين السيد فريق احمد شفيق، وبرضه لمؤيدين سياده اللواء عمر سليمان. احنا يوم ما نزلنا الشارع كلنا نزلنا عشان حسني مبارك. والراجل حسني مبارك ده اللي هو رئيس الجمهوريه السابق، قطب من اقطاب القوات المسلحه. وانا متهيألي او وجهه نظري ان اقدر شخصيه تقدر تقود البلد في المرحله القادمه ديت اللي هي المرحله الانتقاليه، لازم يكون عنده خلفيه سياسيه قويه، خلفيه سياسيه او عسكريه قويه. فانا عن نفسي بأيد سياده اللواء عمر سليمان لقياده المرحله القادمه. وان لم يرشح نفسه عمر سليمان، انا صوتي لسياده الفريق احمد شفيق، لان سياده اللواء عمر سليمان رجل عسكري سياسي من الدرجه الاولى، ويكفيني انه كان نائب رئيس الجمهوريه في الفتره السابقه، وبرضه سياده الفريق احمد شفيق كان قائد القوات الجويه ووزير الطيران المدني، فعنده خلفيه عسكريه قويه برضه. فلو سياده اللواء عمر سليمان مش هينزل يرشح نفسه او مش هينزل انتخابات رئاسه الجمهوريه في الفتره القادمه ديت، انا صوتي سياده الفريق احمد شفيق. وفريق احمد شفيق وسياده اللواء عمر سليمان وجهه نظري انا برضه ان الاثنين واحد، هما في الاخر كلام ده سياده السيد الرئيس محمد حسني مبارك اللي احنا كلنا نزلنا الشارع عشان. وشكرا جزيلا.